السلام عليكم، مرحب بكم متابعيني في كل مكان. طمنوني عليكم، مبارك عليكم الشهر الفضيل. اليوم حابة أعمل معكم السمبوسة خطوة بخطوة من العجن إلى التسوية بعجينة منزلية أفضل من الجاهزة بتاعة المصانع، لأنها معمولة في البيت ومضمونة من غير أي مواد حافظة. تطلع معاكم مقرمشة من برا وطرية من جوا، وأهم حاجة إنها ما بتشرب لكم زيت. وكمان تقدروا تحفظوها لفترات أطول في الفريزر، تغلفوها في أكياس مخصصة للفريزر وبتقعد معاكم فترة بتاع 6 شهور. المكونات بنحتاج ل3 أكواب من الدقيق، وكوب من الماء الدافي، وربع كوب زيت نباتي، وملعقة صغيرة ملح. على إناء أضيف الدقيق ومعاه الملح، أحركهم مع بعض وأضيف عليهم الزيت وأحركه، وأضيف الموية بالتدريج وأعجن. لو متوفر عندكم عجان ما حتتعبوا كتير، حتضيفوا كل المكونات دي وتعجنوا. آه شايفين انا وصلت عجن لامن اتكونت عندي عجينة قوية متماسكة وما بتتلزق في اليد. شكلها بعد ما عجنتها بقت ناعمة وطرية. انقل العجنة على فرشة بتاع السيليكون واشكلها على شكل اسطواني، واقطعها بالتساوي ل12 قطعة. وزن القطعة تقريبا ما بين 40 ل50 جرام. أنا حفردها على شكل دائرة. لو حتفردوها على شكل مستطيل يفضل إنه تعملوا حجم القطعة يكون أكبر شوية، حوالي 90 جرام. أحضر زيت ودقيق عشان ما أفرد بيه العجنة. أرش الدقيق وأمسك كل قطعة أفردها لحالة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تفردوها خالص لأنه احنا حنفردها تاني. كله 4 قطع، كله 4 قطع حنخطهم مع بعض. امسح اول حاجة زيت وارشها بالدقيق، واضيف القطعة التانية بفوق. الدقيق والزيت بيساعد في انه بعدين ما تلزق لينا وتطلع معانا بسهولة بعد ما نخدها في النار. احاول اقفلها كويس وافردهم كلهم بالفرادة. سمكها هيكون مناسب. قصوها على 4 لو الطاوة بتاعتكم صغيرة وما بتشيل، او لو الطاوة بتاعتكم كبيرة ممكن تخطوها زي ما هي وتقصوها بعد السوا. بتاخد معاكم في النار حوالي دقيقة او اقل من دقيقة لو النار عالية شديد. نخليها تستوي بالجهتين واغطيها بفوطة بتاعت قماش عشان ال- العجينة ما تنشف مني. واصل الكمية كلها لما ننتهي اخليها تبرد. احضر الحشوة. هنحتاج لتوابل دجاج، فلفل اسود، كزبرة، ملح، وزيت نباتي، وبصلة كبيرة مفرومة، وثوم مفروم، وفلفلية خضراء. اول حاجة هعملها هسلق الدجاج بتاعي، صدور دجاج اسلقه ونضيف عليهم ورق غار. الحشوة التانية عندي نص كيلو لحمة مفرومة، توابل دجاج، ملح، كزبرة، فلفل اسود، وزيت نباتي، وبصلة كبيرة مفرومة، وثوم مفروم، وفلفلية خضراء متوسطة الحجم. على الطاوة اضيف الزيت واضيف عليه اللحمة المفرومة واشويها في الزيت. احاول احركها وافك التكتلات بتاعت اللحمة لانه كانت مجمدة في التلاجة. انزل عليها بالثوم والبصل. اضيف عليهم التوابل والفلفلية الخضراء. كده تقريبا اصبحت عندي مستوية وجافة وما فيها اي موية. ارجع للحشو بتاعت الدجاج، صدور الدجاج اغسلها واطلعها من الموية بتاعتها.
وأجي أضربها بالمضرب كده. أصبحت عندي جاهزة. على الطاوة أضيف الزيت وأضيف عليه بصل. أول ما يبدأ يدبل معايا أنزل فيه الدجاج. أحرك وأضيف الثوم وأضيف التوابل وأضيف عليهم الفلفلة الخضراء. ما بتاخد معي زمن لأنه الدجاج أصلا مستوي. كده خلاص أصبحت جاهزة. كده الحشوتين بتاعيني جاهزات، حشوة اللحمة المفرومة وحشوة الدجاج. أرجع تاني العجينة بتاعت السامبوكسة. أحاول أفصل كل واحدة براها بعد بردت. شايفين شكلها كيف بتطلع بكل سهولة لأنه جبالك دهناها بزيت وشوية بتاع الدقيق. تحاولوا تزيلوها بالراحة وما تحاولوا تزيلوها هي حارة لأنه هتتقطع منكم. خلوها تبرد شوية وبعدين افصلوهم. شايفين انها خفيفة كيف متماسكة وما بتتقطع حتى بعد ما كرمشتها. الشكل في محله واقتصادية يا جماعة ومضمونة. بتعملوها انتو في البيت وبتكونوا عارفين اضفت شنو وما اضفت شنو. اواصل الكمية كلها افصلها. احضر دقيق معاه موية قوامه يكون كده لا تقيل لا خفيف. واحاول ابدأ اشكل العجنة بتاعت السامبوكسة اللي عملتها على شكل غرطاس. اضيف الحشوة والجزر فوق اقفله بالخليط اللي عملته. نعيد الكرة تانية والشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفها على شكل غرطاس واضيف الحشوة واقفلها عادي. واواصل الكمية كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. في طرق تانية ان شاء الله هعملها معاكم. هعمل معاكم عجينة السامبوكسة المستطيلة. وهعمل معاكم السامبوكسة بتاعت زمان اللي بنعمل في السودان، اللي بنعملها بالقطاعة او ممكن نعملها باليد. هعمل معاكم ان شاء الله اشكال مختلفة في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله. اواصل الكمية كلها لمن تخلص. ده شكلها النهائي ما شاء الله. عملت لي 48 قطعة بتاع السامبوكسة. تقدروا تفرزوها وهي كده، حتى ممكن تقلوها وبعدين تفرزوها وتسخن بالميكرويف. بس افضل انها تتفرز بالشكل ده. وقبل الاستخدام قبل ما تقلوها في الزيت تطلعوها يعني بحكاية بتاعت نصف ساعة. تخلوها تفك من التلج وتقلوها في الزيت عادي. ده شكلها بعد ما عبيتهم في الاكياس بتاعت التفريز. حفظتهم وخطيتهم في التلاجة. ممكن يقعدوا معاكم حكاية بتاعت 6 شهور. وجزء قليته في الزيت على زيت غزير ما يكون حار شديد. اضفت القطع بتاعت السامبوكسة. احاول اقلبها عشان السوا يكون متساوي. اول ما لونه يبقى ذهبي نشيله من الزيت واواصل بالكمية دي لما تخلص. وبكده اكون خلصت معاكم السامبوكسة من العجنة الى التسوية بعجينة منزلية رائعة. بتمنى انكم تجربوها وشكرا لمتابعتكم.